السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها الموضوع الأساسي عن ابن المعزول الزلنطحي صفيحة، أخو الساقط. يعني عيلة بسم الله ما شاء الله، عيلة يعني ما حدش إن شاء الله يفتخر بيها، ما تشرفش أي حد، ما تشرفش نفرين ثلاثة. ونتكلم عن الكلام اللي قاله امبارح وفرحة العبيط بان هو وصل النهائي، والهرتلة اللي هرتلها، وعن الكابتن محمود الخطيب ومقارنته بيه، ونشوف قال ايه ونتكلم عنه. بس قبل ما نتكلم عن ابن المعزول زلنطحي صفيحة، طبعا شفنا امبارح الزمالك وصل للنهائي، شفنا الماتش وشفنا الزمالك. يعني الحكام اللي بتيجي ما بتستخدمش الفار خالص. يعني شفنا الزمالك بيكسب بالحكام هناك الرجاء، وان هنا الرجاء بيتظلم. وشفنا مع الاهلي بيكسب بالحكام وحكام بتظلم النادي الاهلي والفار ما بيتطبقش. بنحذر النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، لازم ناخد كل احتياطاتنا. الفريق يتدرب، الفريق يجهز، الفريق يبقى ماشي في طريقه، لكن الاداره لازم تحمي الفريق، لازم تحميه، لازم تخليه وهو بيلعب في الملعب مش شايل هم اي حاجه تاني. لازم ناخد كل احتياطاتنا. زي ما سمعنا ناس كتير بتتكلم ان احنا نجيب انفانتينو يحضر الماتش، نجيب كولينا يحضر الماتش. اذا كانت الحاجات دي كلها تقدر تحمي الفريق، احنا عارفين كولينا الحكم الايطالي هو رئيس لجنه حكام في الاتحاد الدولي، هو اللي مسؤول عن الحكام اللي هتحكم في المونديال، فكل الحكام بتعمل ألف حساب ليه. وان انفانتينو كان عنده كورونا وان شاء الله يوم 27 يكون خف وخلاص منها، يحضروا المباراه. لازم اداره النادي الاهلي تتخذ الحاجات دي. اللي احنا شايفينه ما ينفعش. هنا بوريده واتباعه في الاتحاد الافريقي كلهم شغالين، بيشغلهم الزلنطحي، والله بيشغلهم الزلنطحي. احمد والفساد المنتشر في الاتحاد الافريقي. لازم اداره النادي الاهلي تعمل اللي عليها، احمي الفريق، خليه يلعب وهو مطمن، خليه ما يحطش حاجه في دماغه ان الحكم هيظلمه. كل ده هنقول للعيبه ما تحطش ده في دماغك، اهم حاجه الملعب. لكن اللي احنا شايفينه بيحصل من ماتش الماتش، لا خلاص، ده فعلا حقيقي. الحكام كلها مع فرقه الخراره واللي في الخراره. كل الحكام، لجنه الحكام المصريه واللجنه المؤقته اللي بتدير اتحاد الكوره كلها من الخراره، وكلها ماشيه ورا الخراره. وهناك في الاتحاد الافريقي نفس الكلام، ظلم الرجاء هناك، ظلم الرجاء هنا. يعني في حاجات بتتم ان لازم الخراره تاخد البطوله، مش هينفع. لازم مجلس اداره النادي الاهلي يتحرك، جمهور النادي الاهلي ورا الفريق، بيدعم الفريق، واثقين 100% ان شاء الله لو في لعب نضيف هناخد البطوله. يبقى على الاداره تعمل ايه؟ انها توفر وتحمي الفريق، ان توصلنا للمباراه، ان محدش يقدر او يفكر يظلم النادي الاهلي. يبقى الكره في الملعب بمجهود اللعيبه، وبدام بمجهود اللعيبه ان شاء الله هنكسب باذن الله. اللي شفناه امبارح من ظلم لفريق الرجاء، ضربه جزاء واضحه. الجون الاولاني من فاول، فاكرين جون اسوان لما كسب الزمالك 1-0، والولد طلع على الونش بتاع اسوان. كل اعلام الخراره واللي في الخراره والواد التافه خالد الغندور والمطبلات، الواد احمد شمال وطارق يحيى التافه، كله طلع قال لك فاول، كله طلع قال فاول. امال زيزو اللي عمله امبارح مع مدافع الرجاء ايه؟ طالع راكب فوق مدافع الرجاء، ومفيش حاجه بتتحسب، واعلام مضلل. طبعا عارفين اعلام الخراره ده اعلام تافه، اعلام مأجور، اعلام سفيه، ما بيتكلموش، نظريه المؤامره عليهم بس، لكن اي حاجه في صالحهم ضد الفرق التانيه ولا حد بيتكلم. ناس تافهه. نادي الاهلي وادارته عليها ان هي تحمي الفريق، توصل الفريق للمباراه النهائيه،
وهو مطمن، عارف ان هو مش هيتظلم. واذا كان نعمل اي حد، نشتكي الاتحاد الدولي، نجيب مراقبين، نطلب باي حاجه، النادي الاهلي يطلب كل الممكن واللي مش ممكن. اذا كان انفانتينو وكولينا لازم يجوا على حساب النادي الاهلي في طياره خاصه من النادي الاهلي، نجيبهم يحضروا المباراه، عشان اي حكم ما يفكرش كده يظلم النادي الاهلي. ده جزء التاني على موسيماني واللعيبه. نادي الزمالك لازم يجي فيه جون على الطريقه اللي بيلعب بيها، اركن الاتوبيس ويلعب على واحده مرتده. الزمالك لازم يجي في جون. ربنا يسهل ان شاء الله على لعب موسيماني باذنك يا رب. ان شاء الله النادي الاهلي هيفوز. سمعنا امبارح بعد الماتش، وبقول لكم اتهبلوا مش مصدقين ان هم وصلوا النهائي، وان شاء الله ربنا شايل لنا حاجه حلوه. وانا قلت من بعد ما اتظلمنا، الله اكبر، انا قلت من بعد ما اتظلمنا في مباراه الدوري، قلت ان ربنا شايل لنا حاجه حلوه، وان شاء الله تبقى في نهائي افريقيا باذن الله، ان احنا نفوز على الخراره واللي في الخراره والناس اللي ما تعرفش لا عدل ولا قيم ولا اخلاق. شفنا ابن الزلنطاحي او ابن المعزول الزلنطاحي صفيحه، بيسالوه امبارح على الام بي سي في مهيب عبد الهادي البرنامج بتاعه، وبيسالوا المنافسه بينك وبين سيد، بيقول له لا انت ما تقارنيش بسيد. صح، ما قارنكش بسيد فعلا. هو سيد الراجل ابوه زلنطاحي، ابوه صفيحه؟ لا، انت راجل مميز، انت راجل ابوك زلنطاحي صفيحه، ده حاجه يعني حاجه كبيره قوي. السيد عبد الحفيظ لا مؤاخذه بيعمل حاجه يعني ما بيعمل كده ولا حاجه؟ لا ابدا، لا. يبقى ازاي زيك؟ ما تقارنيش بسيد. سيادتك انت واخد بطولات اكتر من سيد. انت خدت قبل كده، لعبت يعني على مستوى الدولي، خدت حاجه لمنتخب مصر الاول او الاولمبي او لناديك او لحاجه. انت يا ابني متعين كده بالواسطه. انت لولا ابوك الصفيحه الزلنطاحي ما كانش حد شافك ولا حد عرفك حتى. طب نقارنك بمين؟ بلاش سيد عبد الحفيظ طبعا، مش من مستواك. ما احنا قلنا ابويا عيني سيد عبد الحفيظ لا قالوا له انت صفيحه ولا زلنطاحي، فالراجل يعني مش من مستواك. طب نقارنك بمين سيادتك؟ يقول لك انا قارنوني بالخطيب. يا تافه. ما من كتر يعني الدوله، وقعدنا النادي ونقول للمسؤولين طول ما انتوا سايبين المعزول الزلنطاحي صفيحه هيطلع زيه ابنه التافه، ويطلع ابن المستشار الولد اللي مش متربي، يطلع الاشكال دي، وهنلاقي منها كتير قوي. ما خدوا قدوتهم المعزول الزلنطاحي صفيحه وابنه الساقط وابنه التافه. بقى نقارنك بالخطيب يا تافه ليه؟ هو لما الرئيس عمل مؤتمر الشباب وحب يبقى يعني يجيب قدوه للشباب يتكلم حتى في مجال الرياضه، يجيب لهم ناس تتكلم، اختاروا محمود الخطيب يجي يستضيفوه. استضافوا ابوك الزلنطاحي صفيحه، ولا حد فكر يجيبك يا تافه انت واخوك الساقط؟ حد فكر؟ لكن هنقول ايه؟ ما الدوله لما سابت المعزول زلنطاحي صفيحه اللي طالع يقول في وسط المحكمه ويصوت يقول انا عملت ايه، انا قولوا لي عملت ايه، نقول لك انت عملت ايه؟ انت قلت البلد دي ما فيهاش راجل يا زلنطاحي، وحلفت بعليك الطلاق ان البلد دي ما فيها راجل. طلعت للسيدات المحترمات اصوات من مراخينك، شتمت كل امهات مصر. صح، انت ما عملتش حاجه. ايه كل اللي احنا بنقوله ده؟ ايه هو ده؟ ناديك المخالفات فيه بيقولوا مليار وشويه، ايه يعني؟ غيرنا عمله بين بره النظام المصرفي. اهنت كل رموز ناديك وقلت عليهم ان طال عمره جزمته برقبتهم كلهم. اهنت الاحياء والاموات في ناديك، اهنت كل واحد مصري زي ما قلنا لما قلت عليه مش راجل وعليا الطلاق بلدنا ما فيها راجل. قلت كده
عاوز اكلم سيادة القاضي لما يقف قصادك يا سيادة القاضي تاني ويقول لك انا عملت ايه، قول له انت طلعت نشء شفناهم بيكذبوا، يكذبوا كما يتنفسوا، وشفناهم في الاتوبيس بيقول لهم يكذبوا، بيقول لهم قولوا ان الاتوبيس عطلان وهو مش عطلان. قول له كده يا سيادة القاضي، قول له انت شتمت كل ست مصرية، قول له كده، قول له اهنت الرجالة والسيدات وطلعت اصوات من مراخينك وطلعت لنا نشء زي اللي شفناهم في الاتوبيس، علمتهم الكذب وعلمتهم عدم الاحترام وعدم احترام المنظومة وعدم احترام المسؤولين. طلعت واحد زي ابن القاضي مش متربي، بيهين كل واحد ومتحامى في حصانة ابوه، زيك انت، زي ما انت كل ما بتهين كل الناس ومتحامي في الحصانة بتاعتك. نقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طالع تصرخ وتقول انا عملت ايه؟ كفاية ان انت جبت لنا الساقط وجبت لنا التافه، ناس عالة على المجتمع، ناس بتتعين بالواسطة مش بالكفاءة. عشان ايه؟ قلبوهم رئيس الخرارة، فلازم يجوا في المكان ده وفي الاخر نسمع ان التافه بيقول انا تقارنوني بالكابتن محمود الخطيب اللي تعب وشقي ورفع اسم مصر واسم ناديه، وخلى لما يجي اسمه كده. شوف التقرير اللي اتعمل في ابو ظبي في مناسبة عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب. يا تافه يا تافه، شوف التقرير اللي اتعمل، شوف عظمة الكابتن محمود الخطيب، شوف مكانة الكابتن محمود الخطيب. ولما بيتكلموا على الكابتن محمود الخطيب يعني بيتكلموا عن مصر. اسمع وتعلم. لكن هنقول ايه؟ اللي لو حد التربية ما عدتش زي ما انا قلت تحت البيت، حتى التربية ولا الاخلاق ولا القيم ولا المبادئ ولا ازاي احترام الرمز ولا القيمة ما حدتش حتى تحت البيت، تحتيه حتى. فالعيب مش عليك يا ابني، العيب على المعزول الزلنطاحي صفيحة اللي معرفش يقول لك عيب، ولا الساقط يقول لك عيب، ولا حد يقول فعلتكم عيب. قولوا له انت عملت ايه في رموز الزمالك؟ خليتهم زي اليويو، خليتهم كل المسؤول عن الاعلام في الزمالك من نجوم او ناس شغاله في الاعلام بقى كلهم مسخ. بص على التافه الغندور، بص على الواد احمد شمال، بص على طارق يحيى التافه هو التاني، بص على الواد شادي عيسى اللي كان بيسمع شتيمه امه وابوه بيسكت، واخوه الكبير وبيسكت. علمتهم النطاعه، علمتهم قله الادب، علمتهم عدم الكرامه، ياخدوا باوسخ جزمه وهو ساكتين. شوفوا الشرقاوي، شوفوا صبحي ابن اللعيبه، شوفوا الراجل اللي اسمه محمد رجب اللي بيطلع من التربه ويطلع يقدم البرنامج ويرجع التربه تاني. شوف عملت ايه، شوف عملت ايه ولا ايه ولا ايه. انت مش مفروض تتحاكم عشان مخالفات ماليه ابدا، مش مفروض تتحاكم على ان انت شالوك من النادي او شالوك من الخراره ابدا. انت مفروض تتحاكم على اللي عملته في المصريين، وفي جيل كبير قوي طالع تحت ايدك كان في النادي او بيشوفك من خلال الشاشات. مفروض ده اللي تتحاكم بسببه، مفروض تتحاكم لإهانة المصريين. لكن هنقول ايه؟ اللي اختشوا ماتوا من زمان. دلوقتي كل مصر بتناشد 100 غمر، رجالة متغمر، نساء متغمر، وشباب متغمر. لكل واحد لين حق الانتخاب في 100 غمر. مصر امانة في رقبتكم. مصر بتصرخ وبتقول لكم انا عاوزة ناس نواب محترمين غير دول، عاوزة ناس تحترمني، عاوزة ناس تحترم شباب مصر، عاوزين ناس تحترم سيدات مصر. عليكوا عامل كبير قوي في 100 غمر، يا شباب متغمر، يا رجالة متغمر، يا نساء متغمر، يا كل واحد اهلاوي شريف هناك. لازم تعرفوا ان صوتكم كل مصر بصلكم، صوتك امانة،
ازاي تجيب واحد بيحترمنا، واحد بيقدرنا، واحد عنده كرامة واخلاق واحترام، يبقى نموذج لشبابنا، مش الساقط والتافه والمعزول الزلنطاحي صفيحة. كل ده لازم مصر ترتاح منه، لازم يبقى في مزبلة التاريخ. ان شاء الله املنا فيكم كبير قوي، املنا فيكم كبير قوي يا متغمر. كلنا وراكم، كلنا بنحييكم، كلنا واقفين في ظهركم، كلنا واقفين وبندعي لكم ان ربنا يوفقكم وتسقطوا لنا المعزول الزلنطاحي صفيحة ابو التافه وابو الساقط. تحية كبيرة للكابتن محمود الخطيب، تحية كبيرة للكابتن محمود الخطيب اللي عامل لهم خرم في دماغهم، لكن هنقول ايه، هو اللي ربنا هينصره في الاخر. وتحية اكبر لجمهور النادي الاهلي العظيم، وان شاء الله هنكسب النهائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.